السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشيني كتير كتير. النهارده بقى انا هعمل العشاء، هوريكم كل التفاصيل بتاعه العشاء، بنعمل ايه في العشاء، وعشاء خفيف كده بس يبقى حلو قوي قوي، هيعجبكم. عايزاكم تفضلوا معايا لاخر الفيديو هيعجبكم قوي. متنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. يلا بقى نبدا نشوف العشاء بتاعنا ايه النهارده. بصوا هنا انا معايا كيلو كبد وقوانص، او ممكن انت بقى تكوني مخزنه الكبد والقوانص بتاعه الشهر كلها معاكي. انا حطاها في ميه وملح، منضفاه طبعا وحطاها في ميه وملح وخل، وكنت سايباها بقالي ساعه. هنقطعها دلوقتي وهشوف هوريكم هنعمل ايه. وبكده بقى زي ما انتم شايفين اديني بقطع معايا الكبد والقوانص. انا حاطه طبق في الحوض، طبعا مش بقطعها وبرميها في الحوض، انا حاطه طبق مع اني منضفه الحوض كويس، بس انا حاطه طبق زي ما انتم شايفين كده في الحوض اهو. بقطعها نصين على طول، بس انتي حسب الرغبه بتاعتك بقى، عايزه تقطعيها نصين، عايزه تقطعيها زي ما انتي عايزه. انا بقطعها نصين على طول سريعه يعني. انا بس دلوقتي قلت اوريكم كل التفاصيل، مش عشان حاجه والله، لا، عشان اللي ما عملش عشاء يقوم بسرعه بسرعه كده يعمل العشاء الجميل بتاعي دون، ويقول لي بعد ما عمله كده وتعشى رايه ايه فيه. تشجيع يعني ليكوا، وانا كمان الكومنتات اللي انتوا بتكتبوها بتعجبني جدا جدا، فببقى مبسوطه كده بتشجيعكم. برجع اصور تاني من كلامكم الحلو اللي هي ربنا يخليكم. زي ما انتوا شايفين كده قاعدين اهو، بقطعها بسرعه بسرعه يعني، مش على قطعه ولا اي حاجه، انا بقطعها بايدي عشان الكبده ساعات كده باجي اقطعها على القطاعه بتتهري مني، فبقى اروح اقطعها نصين كده. اديني خلصت اهو. هصبن بقى دلوقتي المواعين اللي انا وسختها. احب كده المطبخ حواليا يبقى فاضي طول ما انا شغاله او بعمل عشاء في المطبخ، بعمل غدا، بحب اغسل المواعين دي اول باول. زي ما انتوا شايفين اهو، بصوا بغسل المواعين، بغسل اللي انا وسخته. بعد كده بقى ايه، هبتدي بقى اقعد اغسل في الكبده والقوانص. انا اصلا زي ما قلت لكم ان انا كنت نقعها في ميه وخل وملح وبسيبها ساعه، وقبل ما نقعتها اصلا عملتها، نضفتها بالسكينه الاول، نضفت القلب اللي فيها وكل حاجه. بصوا اديني هصبن برضو الطبق تاني. انا شكاكه جدا قبل ما بعمل يعني، انا لسه عامله فيه وهرجع اعمل فيه تاني وبغسله برضو. بحب انضف دايما، ادي بنضف الحوض حواليا. بصوا رجعت غسلتها تاني، غسلتها كتيره قوي قوي، من كتر ما انا ببقى شاكه لحسن يكون فيها اي زفاره او اي حاجه. اسيبها تتصفى وبرجع اغسلها تاني. اديني غسلتها. بصوا انا غسلتها ونضفتها وقطعتها كمان وصفيتها معايا اهو. هنبتدي بقى ايه، اجيب بقى الحاجه بتاعتي اللي انا هعملها. بجيب بصلايه زي ما انتم شايفين كده، مكونات بسيطه جدا تقدري تعملي بيها العشاء بتاعك. ادي البصلايه وادي الفلفلايه. انا بس هنضف الفلفلايه، طلع كل اللي في قلبها اهي. ادي الفلفلايه التانيه، انت ممكن تحطي فلفل الوان عليها، لكن انا ده اللي موجود عندي دلوقتي. انا هعمل بيها عشاء بسيط كده. ممكن انت تستغني عن الفلفل الحراق ده وتحطي فلفل الوان، او تحطي فلفل رومي عادي، ماشي. ونختم بقى ده، نبتدي نغسل اللي احنا عملناهم دول. وزي ما انتوا شايفين بقى كده انا بغسل الخياره والبصلايه والفلفلتين، اشطفهم. ونجيب الحله بتاعتنا كده ونحطها على البوتاجاز. نبتدي نقيد العين بتاعتنا مثلا معلقتين زيت او 3 معالق زيت، وهبتدي اقطع البصلايه بتاعتي على العين على طول. انا بعمل عشاء سريع، مش محتاج ان انا اقطع البصلايه في مفرمه او في كبه او في اي حاجه، انا بقطعها على طول كده على ايديا. ممكن انتي تقطعيها بقى على قطاعه، بس انا بحب اعمل العشاء سريع كده اهو. ادي قطعت البصلايه، تاخد بس لون معايا كده. ابتدي انا بقى اقطع الفلفل بتاعي في الطبق، نجيب طبق تاني. ابتدي كده لحد ما البصلايه بتاعتي تاخد اللون بتاعها، ابتدي اقطع الفلفل بتاعي اهو في طبق تاني. انا طول ما انا واقفه في المطبخ اي حاجه بتتوسخ مني بغسلها على طول اول باول.
ما بسيبش حاجه وسخه. ابتدي اقطع الفلفلايه بتاعتي كده. نجيب معلقه كده ونقلب البصلايه بتاعتنا. اقلب سبيشال. كمل تقطيع الفلفل. قلتلكوا زي ما قلتلكوا ممكن انتوا تستغنوا عن الفلفل الحراق ده وتحطوا فلفل الوان او فلفل رومي عادي. انا بقى البصلايه بتاعتي يا دوبك خدت لون بسيط خالص، انا مش عايزاها تتحمر يعني. بصوا خدت لون بسيط خالص معايا. ابتدي انزل بالفلفل بتاعي عليه واسيبها برضو ايه تاخد كده لون، ياخد بقى ويدي مع بعض كده الفلفل والبصل. على ما انا اقطع القطايه، هي قطايه واحده وكم فلفلايه، انا مش بزود. ممكن انتي تحطي فص ثوم بس انا برضو مش عايزه احط حاجه فيها ثوم. اهو قطايه واحده. وابتدي معايا هنا خدت لون اهي، الفلفل خد لون معايا، لون بسيط خالص. هبتدي بقى انزل بالقطايه. انا خد اللون بتاعي اهو. القطايه يا دوبك خدت ايه تقليبه كده معاها. ان انا اي حاجه في المطبخ بقى بتتوسخ مني انا بغسلها اول باول، ما بسيبش اي مواعين. برضو اخلي عيني على الحاجه اللي انا بعملها، يعني ابص عليها بصه اهو هي لسه. واديني زي ما انتوا شايفين كده بغسل المواعين معانا، وفي نفس الوقت ببص كل شويه على اللي انا سايباه على النار. زي ما قلت لكم ان انا بحب دايما حواليا يبقى نضيف. دايما ببقى واقفه في المطبخ. المطبخ بالنسبه لي حواليا نضيف، وفي نفس الوقت بشتغل وانا المطبخ حلو. ليا نفسي كده للمطبخ وانا بشتغل. بس كده هو خد اللون معايا. انزل بقى بالكبد والقوانص بتاعتي بسم الله وابتدي اقلب. يا سلام الفلفل عامل ريحه مع البصل ايه ما اقولكوش روعه. هبتدي بقى احط انا الفلفل الاسمر بتاعي قد معلقه صغيره كده من الفلفل الاسمر، بس سنه صغيره من الخل عشان لو في اي زفاره فيها ما يبقاش ليها اي زفاره. وابتدي ادي تقليبه. هحط شويه من التوابل الخلطه بتاعتي، التوابل اللي هي كمون وفلفل اسمر وكزبره اللي انا عاملاها، وادي تقليبه. بصوا بقى انا مغطي عليها، مش هحط الملح دلوقتي. انا ممكن ازودها بس ايه سنه ميه صغيره اهي، وهغطي عليها واسيبها لما تبتدي تستوي شويه. احط الملح عشان لو حطيت الملح دلوقتي القوانص طبعا مش هتستوي بسهوله، فانا هسيبها دلوقتي. هغطي عليها كده واسيبها قد ربع ساعه، وبعد كده هرجع لكم تاني هقول لكم هعمل فيها ايه. دي اصبن اللي انا وسخته. اديني بصبن برضو اهو زي ما انتوا شايفين اللي انا وسختهم مكان الكبد والقوانص. بغسل الحاجه اللي كانت موجوده فيها. تبصوا حواليكوا كده تلاقوا بصوا الدنيا نظيفه كده، والله العظيم ببقى مبسوطه جدا. وهعمل حاجه تانية على ما الاكل ده يستوي. هعمل معاه حاجه كمان. دلوقتي هجيب الطاسه بتاعتي بقى ونبتدي نعمل حاجه بقيه العشاء. ونحط فيها زيت، طاسه القليه. بعد ما الزيت سخن معايا بقى انا معايا هنا البطاطس دي انا جايباها من السوبر ماركت. انا جايباها من السوبر ماركت عشان هو البطاطس اللي عندي متخزنه في الفريزر وخلصت. فبعد ما بتخلص انا بجيب البطاطس دي
حلوه جدا عشان البطاطس اللي دول بتتسخن. اليومين دول البطاطس اللي في السوق طبعا بتحمر ما بتبقاش حلوه، فانا بحب اجيب دي بعملها في العشاء. الاكله دي تنفع في فطار، تنفع في عشاء، اكله بسيطه وسهله وسريعه. انتوا شايفين انا بعملها بسرعه جدا، فهي حلوه قوي قوي، هتعجبكم لو عملتوها. ونبص كده بقى على الكبد والقوانص بتاعتنا ونقلبها. بسم الله ما شاء الله، ابتدت تغلي معايا اهي. يا واو الريحه بتاعتها تحفه. الفلفل الاسمر بقى مع الفلفل الاخضر عامل ريحه جميله جدا. طبعا مفيش فيها اي زفاره زي ما انتم شفتوا، انا قعدت اغسل فيها قد ايه. انا شكاكه جدا في موضوع الاكل ده، بحب اعمل كل حاجه بايدي. لما العيال بيعملوا حاجه ببقى متردده كده، بفضل ابص عليهم وهما بيعملوا، بس بصراحه الاكل السريع ده بيبقى حلو قوي. وبكده البطاطس بتاعتنا قربت تتحمر اهي. هبتدي اروح بقى انا ايه للكبد والقوانص واقلبها واحط عليها بقى الملح بتاعي. انزل بقى عليها بمعلقه ملح كده. بعد ما حطيت الملح بتاعنا كده هقلب واسيبها 10 دقايق كمان تستوي. وابتدي بقى انا اطلع البطاطس بتاعتي. طبعا انا واقفه في المطبخ يعني بصوا مش قادره اقول لكم الدنيا حر. اطلع بقى البطاطس بتاعتي كده. ياه روعه. البطاطس دي انا ما كنتش بحب اجيبها، بس لما جبتها وجربتها عجبتني جدا. الكيس بتاعها بجيبه من السوبر ماركت ب20 جنيه، في حوالي 2 كيلو ونص. عايزه اقول لكم وانا جايه احط البطاطس عملت نار. احنا كنا هنولع انا وشعبي في المطبخ. الحمد لله يا رب. نبتدي بقى نكمل يومنا. بصوا بقى انا عامله ايه هنا. بصوا انا جايبه طبعا المناديل بتاعت الورق بتاعت المطبخ بتاعتي خلصت، فانا جايبه الورق ده اللي بيتفضل من العيال اخر السنه. انا بجمعه كله الورق الابيض اللي اتفضل وبعينه للمطبخ بحتاجه. بحط عليه بطاطس، بحط عليه فراخ، بانيه، بتشرب الزيت عشان لو في اي كميه من الزيت بتشربه. وابتدي انزل عليه البطاطس بتاعتي كده اهو. بصوا البطاطس شكلها عامل ازاي تحفه. هسيبها هي اصلا ما فيهاش اي زيت، بس انا برضو اطمئنانا نسيبها هنا كده ونكمل اكلنا. نيجي نبص على يا لهوي على الروعه. روعه روعه يا جماعه، والله العظيم ريحتها حلوه قوي. طعمها جميل. انا عايزه اقول لكم طول ما انا قاعده في المطبخ بعمل اكل بفضل بصوا اكل كده من كل حاجه. افضل ادوق طبعا في البطاطس، اكل اي حاجه طول ما انا واقفه. مش هم اللي دخلوني المطبخ عشان اعمل لهم العشاء، فانا بقى ايه اقعد اكل لهم عشان ايه لما اجي اكل ابقى شبعانه اصلا يعني. تضحكوش ليه؟ نحضر الخيار بقى. والبطاطس بتاعتنا اتقلت، هنطلعها كده بسرعه. يا نهار ابيض دي وقعت على البوتاجاز. بصوا بقى انا هعمل ايه. هوطي العين هنا معايا وهجيب انا بقى البتنجانيه الجميله بتاعتي دي. هقول لكم بقى انا هعمل البتنجانيه بتاعتي دي هعمل فيها ايه. بصوا بقى، بصوا البتنجانيه الجميله بتاعتي دي انا هقطعها علشان انا عندي الاستاذ يوسف بيحب البتنجان المقلي جنب الاكل، فانا هقطعها له كده واحمرها بسرعه. حد يقول لي بقى بتنجان جنب الحاجات دي كلها، اقول لكم الاكل ده
بتاع بالليل ده بياكل بتحس كده لو انت شبعانه تجوعي على ريحه الاكل. هبتدي اقلي البتنجانيه الجميله بتاعتي. عايزه اقول لكم ان انا عماله اكل في الاكل طول ما انا واقفه في المطبخ. هبتدي بقى انزل ايه، انا طلعت البطاطس بتاعتي، هبتدي انزلها على البطاطس الجميله بتاعتي. بصوا منظرها والله العظيم تحفه. انا اصلا بعمل الاكل كله جميل. طبعا شاهد عماله تضحك يا جماعه. على بقى ما البتنجانه بتاعتي تتقلي اهي، هبتدي بقى بصوا بقى انا هعمل ايه جنبها كمان. كده نشيل الزباله دي. معانا هنا خيار اهو، هنغسله كويس. نغسل السكينه بتاعتنا الجميله ونبتدي نجيب طبق كده ونقطع فيه خيار. انت ممكن بقى تقطعي فلفل، خيار، طماطم، اي حاجه موجوده عندك بتحطيها جنب العشاء. اي خضره، ممكن جرجير، فجل، بصل اخضر، اي حاجه. انا بحب احط لهم كده الحاجات دي اللي موجوده عندي، اللي متوفر عندي. طبعا احنا اخر الاسبوع وانا لسه ما نزلتش السوق فما عنديش دلوقتي الا خيار. هنقطع الخيار كده الجميل. انا عايزه اقول لكم ان شاهد عماله تقول لي على فكره انت عامله الاكل عشان تاكليه في المطبخ لوحدك، هو انا عشان ما كنتش بصورك. بصوا بقى هي لسه عارفه النهارده ان انا باكل من الاكل ده كله. هنبتدي نرسم الطبق الجميل بتاعنا كده اهو. كده خلصنا الطبق ده وخلصنا كمان خلصنا طبق البطاطس بتاعنا. كده احنا خلصنا الخيار وخلصنا طبق البطاطس. ونبص بقى على الاكله بتاعتنا الجميله اللي هي الكبد والقوانص. بصوا يا لهوي على الروعه، انا اكلت منها كتير قوي والله. بصوا كمان استوت، بصوا استوت الكبده، استوت والقناصه استوت، وتحفه ومنظرها وريحتها جميل. ما اقولكوش بقى انا اكلت منها قد ايه، اكلت منها كتير جدا طول ما انا واقفه عماله اكل. نقلب البتنجانيه الجميله بتاعتنا. انا عايزه اقول لكل احبابي اللي بيتفرجوا عليا ان انا بحبكم جدا جدا. بقرا كل التعليقات الجميله بتاعتكم. اي حد بيكتب لي تعليق انا ما بعرفش ارد عليه فغصب عني، انما انا والله انا بحب تعليقاتكم جدا. في تعليق كانت كتب لي واحده بتقول لي انت اخت وفاء. انا عايزه اقول لك ان انا مش اخت وفاء، يعني ام عبد وام جنه هما اللي اخوات وفاء، ولكن انا صاحبه ام جنه وام عبد، بس صاحبه ام عبد اكتر. انا بحب ام عبد جدا جدا. وبكده بقى نطلع البتنجانيه الجميله بتاعتنا. طبعا هي بتنجانيه واحده عشان يوسف بس اللي بيحب البتنجان، كلنا بنحبه بس هو بيحبه جنب الاكل بالليل. كل واحد من العيال ليه طلب في حاجه، بس الواحد بقى بيحاول يرضيهم باي طريقه. نكمل البتنجانيه الجميله اهو. وهنجيب برضو ورق من اللي انا قلت لكم عليه بتاع الكراريس اللي انا شايلاه. طبعا الكراريس دي الزياده الفاضي ما برموهوش، بحاول استخدمه في اي حاجه. ونجيب كده ايه، نجيب كده الطبق الجميل بتاعنا وننزل عليه عشان لو في اي زيت في البتنجان. هو ما بيحبش البتنجان بدقه ولا اي حاجه، هو عايز كده رشه ملح خفيفه عليه. انا هرشله عليه رشه ملح خفيفه خالص اهي. يا حلاوتك يا بتنجان. ونكفي بقى على الكبد والقوانص بتاعتنا يستوي. واو روعه. ونبتدي
نبتدي نغرفها كده معانا. نغرف بقى الكبد والقوانص بتاعتنا. انا عايزه اقول لكم الريحه، ما اقولكوش على الجمال، ما اقولكوش على الروعه. بصوا بقى الجمال والحلاوه والعشاء السريع بتاعنا. قلت لكم زي ما قلت لكم كده، ينفع عشاء، ينفع فطار الصبح. بس نبتدي نغطي معانا كده. بصوا الجمال بقى هنا. بصوا انا خلصت كده معايا. نطلع بقيه البتنجانات الجميله بتاعتنا كده. احنا خلصنا الاكل الجميل بتاعنا. ادي البتنجان وادي البطاطس وادي الكبد والقوانص. بصوا الريحه والجمال روعه. وكمان الخيار، وحطيت كمان ليمون من اللي احنا كنا عامليناه. بصوا على الفيديوهات اللي عندي هتلاقوه. وادي كمان البطاطس. وبكده الفيديو بتاعنا النهارده يكون خلص. يا ريت الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. يا جماعه ما تنسوش التعليق الجميل بتاعكم. ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. يلا باي.